ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وحصه جديده في اللغه العربيه مع بعض، والنهارده اخر فيديو في شكل الحرف في اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه، ويبقى كده نهينا خطوه اشكال الحروف عشان نرتاح بعد كده. ان شاء الله الحصه اللي جايه باذن الله هتبقى الحركات، وهنبدا في الحركات القصيره عشان نبتدي نأهل الطفل للقراءه بشكل تام وبشكل صحيح. تمام. لو تابعت الخطوات اللي انا بنزلها في سلسله الفيديوهات بتاعه تأهيل الطفل للقراءه والكتابه، صدقيني ابنك لو عنده 4 سنين هيقرأ وهو عنده 5 سنين، لو عنده 5 سنين هيقرأ بإذن الله وهو عنده 5 سنين ونص أو 6 سنين على حسب استيعابه. تمام تمام. وخلي بالكم هتبقى قراءة بدون أخطاء بإذن الله، وإملا برضو بدون أخطاء بإذن الله رب العالمين. طبعا الحروف هنا مش مترتبة بس تمام، يعني الهاء مكان الواو كده. يلا بينا نكمل. حرف النون من الحروف الطيبة جدا، سوري هو بينزل من على السطر كده. تمام. حرف النون من الحروف الطيبة جدا اللي بتحب اخواتها وبتمد ايديها تاخدهم في كل شكل. تمام. بس قالك انا عندي مشكلة، بس بتنكر في اول الكلمة شكلي بيتغير، ما بيبقاش عندي طبق كده. ببقى عامل ازاي؟ قالك بيبقى عامل شوية زي الباء، بس بدل ما نقطة الباء تحت نقطته بتبقى عليه زي ما احنا متعودين ان نقطته جواه. تمام تمام. طيب وفي نص الكلام قالك برضو نفس الفكرة زي الباء والتاء والثاء، اهو واهو. مدد ايدي من هنا ومدد ايدي من هنا، والنون ايه؟ والنقطة بتاعي فين؟ النقطة بتاعي هنا، عشان نقطتي فين؟ على دماغي، على دماغي من فوق او جوه الطبق بتاعي. طب في اخر الكلام قالك لا احنا اتفقنا بقى خلاص ان اي حرف في اخر الكلام بيبقى نفس ما احنا ايه واخدينه، بس بيمد ايده منين؟ بيمد ايده من هنا. تمام. ده كده حرف النون. وليكن هتديله كلمة نمر مثلا. تمام. اهي. وتقولي له ايه فين حرف النون، هيبتدي ان هو يطلعه. تمام. ويعمل لك عليه دايره ويقول لك جاي في اول الكلمه ولا في وسط الكلمه ولا في اخر الكلمه. تمام تمام. طيب. طبعا مراجعه على حرف الميم، هتراجعي له سريعا. الميم هو جاي في نص الكلام، مدد ايده من هنا ومدد ايده من هنا، ويا ريت تساليه برضو نفس الاسئله ده بدل الحرف خده. هيحصل له لخبطه شويه بين النون والباء، اطمني خالص وما تقلقيش، فتره وهتعدي ومفيش اي قلق. كده حرف الايه؟ حرف النون. طيب حرف الواو، خلينا ناخد الهاء الاول. تمام. اهو حرف الهاء اهو، زي ما انا معوده الولاد يكتبوا بالشكل ده. قالك حرف الهاء ده بقى ايه؟ قصته قصه. ايه بقى قصته القصه دي يا مس؟ بصوا بقى، في اول الكلام بيجي زي ما احنا واخدينه كده بالظبط اهو كده، ومدد ايده عايز ياخد صحابه. هو طيب جدا ومش من الحروف الشريره، ده بيحب صحابه جدا وبيحب يمد ايده ياخدهم. طب في نص الكلام، قالك في نص الكلام بيجي شكله مختلف شويه. طب عامل ازاي؟ قالك بيجي تعمل 5 كده للناس اللي هم حساب بياخدوا حساب، و5 كمان فوقها، وبتمد ايد من هنا وبتمد ايد من هنا، عشان هو طيب وبيحب صحابه. هو ده شكله شبه الفيونكة كده. الناس بتوع الماس اللي بياخدوا ماس وكده في التجريبي هتقولي له على شكل الايت، نمبر 8. اوكي، بيبقى ده شكله في نص الكلام. في اخر الكلام بقى قالك بيبقى عامل كده 5 كده، وساعات بيبقى عامل كده 5 كده بس ليها ايه؟ عصاية ومد ايديها من هنا تاخد صحابها. هو ده شكل حرف الهاء. له 4 اشكال، له 4 اشكال. امتى بقى شكله كده؟ هناخدهم بعد كده وهنعرف. تمام تمام. يبقى الهاء ده له كام شكل؟ 4 اشكال، مش 3 ولا 2. ده في اول الكلام نفس ما احنا واخدينه. في نص الكلام بيبقى عامل زي الايد، او 5 تحت و5 فوق، ومدد ايده من هنا ومدد ايده من هنا عشان هو طيب وبيحب صحابه، و5 على السطر كده. وساعات بيبقى 5 بس طالعه على السطر شويه ونزل لها رقبه كده، ومد ايديها تاخد صحابها. تمام تمام. بدون الكلام في اي تفاصيل، هنتكلم في التفاصيل دي بعد كده، بس يحفظ ان دي اشكال حرف الهاء. حرف الواو بقى قالك انا طيب، بصوا انا مش طيب، انا شرير جدا وبكهرب. يعني انت مع اصحابك اللي بيكهربوا، انا بكهرب. يعني انت اي حد، اي حرف هيجي جنبها كهربا. انا ليا شكلين بس، في اول الكلام اهو ده شكلي نفس ما انت واخدني، وفي اخر الكلام اهو في نص الكلام نفس الفكرة، بمد ايدي من هنا. يعني ده هيبقى شكله كده اهو، ده حرف الواو. تمام. طيب بتكهرب منين؟ قالك اي حد هيجي يقف جنبي في الحتة ده هكهربه 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 اهو. تمام تمام. زي كلمة ايه؟ زي كلمة ولد، ولد. طيب الواو هو وقف، اللام بعدت عنه ايه شويه، ليه؟ عشان الواو بيكهرب. تمام. لو قربت منه هيكهربه، فهي عرفت بقى زي قصه صحابه اللي بيكهربوا، وقالت لك بس انا بعد شويه بدل ما ايه، بدل ما يكهربني يموتني. تمام. يلا نراجع حروف الكهرباء سريعا. حروف ها الكهرباء.
اللي بتكهرب صحابها. ها، الالف والدال والزال والراء والزي. ها، وايه تاني؟ وهنضيف لهم النهارده الجديد الواو. دي حروف الايه؟ الكهرباء. تمام، اللي بتكهرب مين؟ اللي بتكهرب صحابها. طيب اخر حرف معايا حرف الياء، بيبقى بالشكل ده، وتعلميه ان هو يحط النقطتين بتوعه تحت هنا عشان في حاجه اسمها الف لينه بعد كده هياخدهم. تمام، يبقى اي ياء يكتبها في اخر الكلام هيعملها بالشكل ده. ولما تيجي بقى تديها له هتبقى سهله عليه، ان الياء بتبقى في اول الكلام بتبقى عامله زي الياء النون والباء، بتمد ايديها كده شكلها بيتغير وبتحط لها نقطتين تحتها اللي هم بتوعها. تمام. طب وفي نص الكلام قالت لك زي النون بقى والثاء والباء وكده اهو، بس تحتها ايه؟ النقطتين. طب في اخر الكلام نفس ما انت واخدني بالشكل ده اهو، وهمدي ايدي من هنا ايه عشان اخد صحابي. الياء من الحروف الطيبة بس تحتها نقطتين، اهم حاجة تأكد عليه ان هي تحتها نقطتين. تمام، من الحروف الطيبة اللي بتحب صحابها جدا جدا جدا. تمام، في اول الكلام زي كلمة يد. تمام، يد اهي. تمام، هتقولوا له فين الياء؟ هيقول لك اهي، ويعمل عليها دايره وتعرفي منه جايه فين. اهم حاجه في اخر الكلام تميزيها ان هي تحت